ونجيو نحتفلوا بالمرأة المغربية باش تحيد عليها الحقرة، لأن شقة الدار ماشي حقرة، باش تحيد عليها الحقرة، لأن شقة الدار ماشي حقرة. بأن ضروري إخراج قانون لحماية ربات البيوت اللي اختاروا أنهم يشتغلوا في البيت من أجل أنهم يتحماو أثناء العلاقة الزوجية وأثناء انحلال العلاقة الزوجية. في الفيديو اللي فات كنت دويت على هذوك النساء اللي كانوا خرجوا في واحد المظاهرة مؤخرا اللي كيطالبوا فيها بالحقوق ديالهم في المنزل، واللي كانوا كيطالبوا فيها بتثمين العمل المنزلي، بأن ضروري إخراج قانون لحماية ربات البيوت اللي اختاروا أنهم يشتغلوا في البيت من أجل أنهم يتحماو أثناء العلاقة الزوجية وأثناء انحلال العلاقة الزوجية. كذلك أن في الوقت اللي تيكون تقسيم الممتلكات أنهم يستافدوا من تقسيم الممتلكات لأنهم راكموها بجهدهم وبعياهم وبتعبهم وبشقاهم. كذلك وعلى حسب ما تيقولوا في التصريحات ديالهم بأنهم بغاو الراجل يوعى ويبقى يعاون الزوجة ديالو في العمل المنزلي ويبقى يقدر هذاك العمل. لهذا اليوم تنقولوا شقة الدار ماشي حقرة، شقة الدار تنتقاسموها حنا بجوج رجالا ونساء. في الفيديو اللي فات كنا دوينا على الإيجابيات ديال هذيك المظاهرة، ولكن في هذا الفيديو غادي ندويو على السلبيات. اشنو هما الأخطاء اللي داروا هذوك النساء؟ أول حاجة لاحظتها في التصريحات اللي داروا هي أنهم الطريقة باش تيهضروا تيبانوا بحال متعصبين، بحال حاملين واحد الحقد للرجل، بحال ما كيحملوش الرجل، بحال هما ضد الرجل. وقفوا ونجيو نحتفلوا بالمرأة المغربية باش تحيد عليها الحقرة، لأن شقة الدار ماشي حقرة. حنا جينا ضد توزيع النمطي للأدوار، جينا من أجل توزيع العادل للأدوار داخل المنزل وخارج المنزل. أو بحال بغاو يحاربوا الرجل، يعني الطريقة باش تيهضروا، الطريقة باش داروا دوك التصريحات ما عجبتنيش. هذا اليوم تنقولوا شقة الدار ماشي حقرة، شقة الدار تنتقاسموها حنا بجوج رجالا ونساء. ثاني حاجة سلبية اللي لاحظتها في هذيك الخرجة اللي خرجوا هو الشعار ديالهم في هذيك الخرجة اللي داروا. الشعار ديالهم كان هو يمكن شقة الدار ماشي حقرة. هذا اليوم تنقولوا شقة الدار ماشي حقرة، شقة الدار تنتقاسموها حنا بجوج رجالا ونساء. المهم الطريقة باش تيقولوها بحال باغيين يتضاربوا، بحال راحنا محقورين، بحال المرأة تتعيش في واحد الجحيم. كيحاولوا يوصلوا واحد الصورة اللي كنظن الا شافوها البنات اللي ما مزوجينش غيتخلعوا. شغل الدار ماشي حقرة هادي. المهم كان عليهم يقولوها، لكن كان ممكن يقولوها بطريقة زوينة أخيار، يعني خير من هذيك الطريقة باش قالوها. كان عليهم يقولوا مثلا كنطالبوا من الرجل باش يرفع من الوعي ديالو ويبقى يساعد الزوجة ديالو، ما يخليهاش يعني تتمحن في الدار بوحدها. هكذا كان أخيار. لكن ديك شغل الدار ماشي حقرة تتبان بحال كيناضلوا على شي حاجة، بحال فهمتي. المهم كانت طريقة خاطئة اللي كيوصلوا بها واحد الصورة سلبية على الزواج، واللي كيبينوا فيها، اللي كتفرشهم وتيبينوا فيها على الميول ديالهم للنسوية أو الميول ديالهم للتمرد ضد الرجل. ما كنقولش هاد الشيء، لكن حنا دابا غير كنحللوا التصريحات ديالهم. جمعية تحدي المساواة والمواطنة اليوم تمشي مع السي دي تي من أجل رفع شعار شقة الدار ماشي حقرة، لأننا اليوم تنعتبروا أن العمل المنزلي هو عمل مهم جدا وعمل ذا قيمة إنتاجية وذا قيمة مالية، وكذلك يساهم في تراكم الممتلكات الأسرية. اليوم في هذه المسيرة تنبغيو نرفعوا الشعار وتنبغيو نوصلوا للجهات المعنية بأن ضروري إخراج قانون لحماية ربات البيوت اللي اختاروا أنهم يشتغلوا في البيت من أجل أنهم يتحماو أثناء العلاقة الزوجية وأثناء انحلال العلاقة الزوجية. كذلك أن في الوقت اللي تيكون تقسيم الممتلكات أنهم يستافدوا من تقسيم الممتلكات لأنهم راكموها بجهدهم وبعياهم وبتعبهم وبشقاهم. ثالث حاجة سلبية اللي بغيت ندوي عليها في هذه الخرجة اللي خرجوا، واللي هذا رأي ديالي وكنعتذر عليه. أولا كنقول هذا النوع ديال النساء ما صالحينش للزواج أصلا، لا الطريقة كيفاش خرجوا، لا الطريقة كيفاش لابسين، لا الطريقة كيفاش تيهضروا. ما كنظنش هاد النساء انهم مزوجين اصلا، حيتاش ما كاينش شي نوع من الرجال من الرجال غيعيش مع هذاك النوع من النساء اللي بغات غير تضارب وتناضل وتدوي على الحقوق وهادي، فهمتي.
دونك انا كنقول هذا النوع من النساء ما صالحش للزواج اصلا، وما كنظنش ان هذوك مزوجين اصلا، ما عرفناش شنو النيه ديالهم او شكون اللي دافعهم، الله اعلم. في هذه المسيره تنبغيو نرفعوا الشعار وتنبغيو نوصلوا للجهات المعنيه بان ضروري اخراج قانون لحمايه ربات البيوت اللي اختاروا انهم يشتغلوا في البيت من اجل انهم يتحماوا اثناء العلاقه الزوجيه واثناء انحلال العلاقه الزوجيه. كذلك ان في الوقت اللي تيكون تقسيم الممتلكات انهم يستافدوا من تقسيم الممتلكات لانهم راه كلها بجهدهم وبعياهم وبتعبهم.